الست دي معاها سحابة، والسحابة دي بالنسبة لها زي حيوان أليف، كل مرة تلمسها تمطر حلويات. الست خدت حفنة من الحلويات وأكلت شوية، وكان طعمهم تحفة بجد. فجأة جه شاب وشاف السحابة، فالست قالت له بأدب: بعد إذنك ما تلمسش سحابتي. بس الولد طنش وكمل ولمسها. السحابة زعلت وسودت وطلعت شرارة برق صغيرة ضربت الشاب علشان اتضايقت منه، وبرغم كده هو لقط شوية حلويات من الأرض وكلهم. بعد كده الست خدت السحابة وراحت بيها للطبيب البيطري علشان يطمن عليها. الدكتورة قطعت منها حتة صغيرة واستغربت قوي لما الحتة طارت في الهواء ونزلت منها شوية حلويات. الست قالت لها: كلي عادي، دي حلوة. الدكتورة كلت وكان طعمها تحفة، وجالها فكرة شيطانية، شغلت الماكينة بأقصى سرعة وفضلت تقطع حتة أكتر وأكتر. الست خدت السحابة ومشيت، لكن البنت اللي جوه كانت بتلم حلويات كتير وقعت من الحتة اللي اتقطعت. بعد شوية السحابة جالها برد وبقى لونها غامق وكان في نور جواها كده غريب. الدكتور طلع حقنة ضخمة والست كانت قلقانة جدا، لكن الدكتور كان شاطر، وفجأة السحابة طارت في الهواء ورجعت زي ما كانت في الأول، ونزلت حلويات كتير جدا، والست كانت فرحانة قوي.